مثلث الأقانيم، يعني ليه 3 ليه مم. مش 5 أو 6؟ عندك حق، برافو عليك. احنا نعرف منين؟ احنا نعرف عن طريق حاجة واحدة، لأن دي حاجات صعبة علينا وكبيرة علينا قوي إن احنا نعرف طبيعة ربنا. طب ما نعرفها منين؟ حسب ما هو أعلن لنا. يعني مثلا احنا لما نكون انتوا دلوقتي في سنة عندكم 12 سنة أو 13 سنة أو 11 سنة، لكن لما تيجوا مثلا تاخدوا مادة في المدرسة، مثلا هتاخدوا مادة صعبة بقى، فيزياء مثلا، صعبة دي في ثانوية عامة دي. أيوه. انتوا بقى جايين تتعلموا الفيزياء، فبيجي مستر كده، انتوا ما تعرفوش طبعا الفيزياء دي صعبة جدا عليكم، فبيدخل واحد اسمه المستر وانتوا واثقين في المستر ده، بيقولوا عليه شاطر قوي واللي بياخد معاه الفصل بتاعه وبيشرح وياخد بيطلع من الأوائل، فانتوا فرحانين وزي ما بيقول لكم بتكتبوا وراه وتتعلموا، صح؟ صح. انه بيشرح ماده اسمها الفيزياء او الطبيعه، كلمه فيزياء يعني الطبيعه، طبيعه صعبه قوي صعبه قوي، فبتسمع كلام اللي بيشرحها هو اللي فاهم. نفس الكلام طبيعه الله صعب جدا نفهمها. طب نصدق مين؟ اللي ربنا هيقوله. جه ربنا يسوع المسيح على الارض هنا وقال لنا انا هقول لكم، قلنا له اتفضل، ده كلام صعب علينا، ايه اللي تقوله؟ قال لنا انا والاب والروح القدس. ولما تيجوا، قال للتلاميذ لما تيجوا تعمدوا الناس عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. وبعدين قال أنا والآب واحد وأرسل إليكم الروح القدس. إيه ده يعني التلاتة واحد؟ ولما تيجوا تقولوا باسم الآب والابن والروح القدس ما تقولوش بأسماء الآب والابن والروح القدس، لا هو واحد، هو الله الواحد آب وابن وروح قدس. قالوا طيب متشكرين، طالما أنت قلت كده أنت أدرى، لو كنت قلت لنا حاجة تانية كنا سنصدقك، انت اللي صنعتنا وانت اللي صنعت العالم وعارف عقلنا يقدر يستوعب ايه، فاللي هتقوله لنا هنقول لك امين. فاحنا عرفنا منين ان ربنا ثالوث؟ الكتاب المقدس اللي قال. ومش بس ربنا يسوع المسيح، تصدقوا حاجة؟ اقول لكم اول آية في الكتاب المقدس خالص في العهد القديم، عارفين كانت بتقول ايه؟ اقول لكم، بتقول في البدء خلق الله السماوات والارض، وبعد كده قالت وقال الله ليكن نور، كلمة الله، وروح الله يرف على وجه المياه. دول أول 3 آيات في العهد القديم. ده لسه بنقول باسم الآب والابن والروح القدس، لسه في أول 3 آيات. طب وآخر 3 آيات في الكتاب المقدس في سفر الرؤيا بيقول كده الروح والعروس يقولان لله أمين تعالى أيها الرب يسوع. يبقى الروح ويسوع وبيكلموا الله، يبقى الله وروحه ويسوع كلماته. يبقى من أول آية في الكتاب المقدس لآخر آيات في الكتاب المقدس، أول 3 آيات وآخر 3 بيتكلموا عن الله الآب والابن والروح القدس، مرورا بقى بكل اللي في النص في الكتاب المقدس. فاحنا بنقول له يا رب هنعرف منين طبيعتك؟ الكتاب بتاعك يشرح لنا، واللي انت قلته يشرح لنا. زي لما تيجوا تدرسوا فيزياء، اللي مكتوب في الكتاب واللي المستر بيقوله هو الصح، احنا هنعرف فيزياء هو اللي هيقول لنا.